في عز الحر ودرجات الحرارة العالية جدا في المملكة العربية السعودية، هتتفاجئ لما رجليك تلمس بلاط الحرم المكي، لانك هتلاقيه ساقع ورطب وتقدر تمشي عليه حافي القدمين. الموضوع مش جاي بالصدفة، ده مدبر وبفعل فاعل، وده بسبب فكرة عبقرية للمهندس المصري محمد كمال اسماعيل. ايه بالظبط اللي عمله فرق جدا في ساحة الحرم؟ ده اللي هنحكيه النهارده. سنة 1953 قام الملك فهد بن عبد العزيز باستدعاء المهندس المصري محمد كمال اسماعيل لإعداد التصميمات الخاصة بتوسعة الحرم المكي، ودي كانت أكبر عملية توسعة للحرم من فترة طويلة. المهندس رسم التصميمات وأشرف على التنفيذ، وجات خطوة اختيار البلاط للحرم، فاختار نوع من الرخام نادر جدا مش موجود غير في جبل واحد بس في اليونان، واسمه رخام التاتوس. النوع ده من الرخام عنده قدرة رهيبة في عكس أشعة الشمس امتصاص الرطوبة بالليل ويخرج الرطوبة دي بالنهار، حاجة كده تكييف رباني. واستورد المهندس اسماعيل نص كمية الجبل